بعيط كتير قوي في المسلسل ده. انا ما مضيتش على المسلسل ده. ايوه بجد حرام عليك. المسلسل ده المفروض انه رومانسي. المسلسل ده المفروض رومانسي. انا ماضيه ان هو رومانسي. معلش يا ياسمين خلاص عمال مخليني عمال اعيط كده، حرام عليك. لبسنا خلاص يلا. لا يلا ايه، انا ماضيه على انه رومانسي. يلا عشان تعيطي يلا. يلا عيوطه. عيوطه وفلوطه. عيوطة فلوطة. عيوطه وفلوطه. ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند بسبب رسالة غامضة، يا ترى بتوجهها لمين؟ الفنانة ياسمين عبد العزيز قلبت الدنيا بعد ما كتبت رسالة غامضة على حسابها الرسمي انستجرام بتقول فيها: لو كان خيرا لبقاء. الجملة دي نزلت بعد ساعات قليلة من منشور نشرته قناة روتانا خليجية، اللي كانت بتتكلم فيه عن مسلسلها الجديد وتقابل حبيب اللي هيتعرض في رمضان 2025، واللي بيتكلم عن امرأة بتواجه خيانة جوزها وبتقرر الانفصال عنه، لكنها بتدخل في علاقة جديدة مليانة بالتحديات والمشاكل. المهم ياسمين نشرت نفس الخبر وكتبت عليه: لو كان خيرا لبقاء. التوقيت ده خلى الناس تربط بين كلام ياسمين وبين قصتها الشخصية، خاصة ان طلاقها من احمد العوضي حديث السوشيال ميديا لحد النهاردة، والناس لسه بتتكلم عنه، والجمهور اتقسم اتنين: هي فعلا بتقصد العوضي ولا بتروج للمنشور؟ الجمهور الاول وابتدى يسأل: هل ياسمين بتلمح انها قفلت صفحة العوضي تماما، خاصة ان العوضي ظهر في اخر لقاء لي واتكلم عنها بكل حب واحترام وانها الحب الوحيد في حياته؟ تفتكروا الجملة دي رد مباشر عليه ولا مجرد ترويج للمسلسل؟ لان في ناس تانية شايفة ان كلامها مجرد حركة ذكية للدعاية للمسلسل الجديد، وان القصة شبه قصتها الحقيقية، وده اللي خلى الجمهور يربط بين الاتنين. اما عن رد فعل الجمهور والعوضي، لحد دلوقتي العوضي ساكت ومعلقش بأي كلمة، وده زود الجدل أكتر، لأن الجمهور متوقع منه رد أو حتى تلميح زي ما حصل في أزمات قبل كده. أما ياسمين عبد العزيز كالعادة مش بتوضح ولا بتفسر كلامها، وبتسيب الناس في حالة من الحيرة والتكهنات. يا ترى الأيام الجاية هتكشف الحقيقة ولا لأ؟ هل ياسمين كانت بتتكلم عن العوضي فعلا ولا مجرد صدفة والتفسير كله خيال الجمهور؟ الأيام الجاية هتحسم الجدل.